شوف هاي الفكرة، كرسي متحرك يشتغل بالذكاء الاصطناعي على عكس الكراسي العادية. فشركة تويوتا صنعت كرسي يغني ذوي الاحتياجات الخاصة عن أي شخص بالعالم، لأن هذا الروبوت ممكن يغير طريقة تنقلهم للأبد. فمعرض اليابان لهاي السنة كشفت تويوتا عن ووكمي، روبوت بأربع رجلين يقدر يوصل للأماكن اللي ما تقدر الكراسي المتحركة التقليدية توصل لها أو تحتاج لها طرق مخصصة. فبهذا الاختراع بدلوا العجلات بأربع رجلين ميكانيكيتهم مستوحاة من معزة الجبال، لأنها تقدر تنثني وتتحرك بنفس الطريقة. هذا كله بفضل الحساسات ومستشعرات الوزن اللي بيها. وأكبر ميزة لهذا الكرسي هو صعود الدرج، لأن يستخدم محرك بكل رجل من رجليه الأربعة، ويحتوي على نظام توازن ذكي بحيث الشخص اللي عليه ما يشعر بالميلان. وبسبب نظام الإيكو اللي بيه، الكرسي هذا يظل شغال لمدة 12 ساعة. أما بالنسبة للAI اللي تحلك ميزة الأوامر الصوتية، مثلا إذا قلت مطبخ فتلقائيا راح تلقى الكرسي ماشي بيك للمطبخ بدون ما تستخدم الكنترول اليدوي. والكرسي مرن لدرجة ما تتوقعها، وخلال 30 ثانية ممكن ينطوي وينحط بأي صندوق سيارة بس بأمر من صوتك. فايش رأيك؟ هل هذا هو المستقبل ولا هي متقدمة بزيادة على الوقت اللي احنا بيه؟